السلام عليكم. روستو الدجاج بنكهة الباربيكيو، البديل الأضمن والأسهل والألذ لجميع اللحوم المصنعة اللي كناخدوها في الأسواق. نرفع شعار نحيد عقدة الخوف وعلى بركة الله. عندي هنا ملعقة كبيرة مملوءة من بذور الفلفل الخاصة بشواء اللحم، باش نضيفوا لها ملعقة صغيرة من الملح وندقوها، ملعقة كبيرة من مرق الدجاج اللي سبقنا حضرناه مع بعضنا، وملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة وفلفل حار اختياري. وعندنا هنا طريفة صدر الدجاج اللي بيتناه في المبرد مزيرين عليه بمنديل خاص بالمطبخ. كندهنوه خفيفا بصلصة الباربيكيو حتى هي سبق لي صورتها معكم، ومن بعد كنغمروه بديك الخليط د التوابل وكنتكيو عليه مزيان بطريقة انه كله يكون في حقه وما كاينه حتى رقعة اللي فارغة من التوابل. كنبيتوه في المبرد 24 ساعة حتى 48 ساعة من دون غطاء. وتشوفوا معايا كيفاش كيصبح متصلب بحال شي قطعة ديال اللوح. تشوفوا معايا كنعملو في الاير فراير او في الفرن، وكنطيبو لمدة ساعة ونص على درجة 70 درجة حرارية، يعني كويسون افخوا. الساعة الأولية على واحد الوجه والنصف ساعة الثانية كنقلبوه عاد كنخليو يكمل ديك نص ساعة ديالو، ودائما 70 درجة. وهذا مكان ها هما خرجنا الطريفات الجداد ديالنا، وكنشوفوا كيفاش ان التوابل يابسه عليهم تماما ما كتزولش. لاحظوا معايا صافي كنبيتوه في المبرد ليله كامله او جوج، وعاد باش كنقطعوه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا شاب الراسو طايب كامل ما شاء الله كيدوب. كتشوفوا الليونه ديالو مرونته والطعم خرافي ما نقولكمش. هذا صورنا العام اللي فات 3 الانواع، هذا الاقرب للقلب وليداتنا والطعم ديالهم. ما نعكزوش عليه، راه ساهل، وليداتنا يستحقوا كل الحب والعنايه. اذا عجبتكم الفكره صلوا على الحبيب.